عن وضع الجبهة الآن. أنت تقول بأن هناك أطماع دولية في هذه المنطقة. قواتكم على الأرض، يعني ما هو موقفكم على الأرض كجبهة داخل أوغادين؟ يكفينا أن نذكر خلال 20 سنة الماضية وقلها 18 سنة الماضية ماذا جرى بيننا وبين إثيوبيا. المعارك التي اندلعت في 92 إلى يومنا هذا مستمر، ويكفينا أن نأخذ نموذج بقوتنا أن الحكومة الإثيوبية أجرت معنا مفاوضات 7 مرات وبطلب منها. هذا إن دل على شيء إنما يدل على قوتنا العسكرية. لكن كل هذه المفاوضات كانت تراوغ وكانت تريد فيما أرى والله أعلم استهلاك إعلامي. لكن مجرد كونهم يجلسوا معنا 7 مرات ويفاوضوا معنا إن دل على شيء إنما يدل على قوتنا في الساحة. في 4 أشهر الأخيرة آخر التقارير التي صدرت من الجناح العسكري أن هناك أكثر من 45 عملية عسكرية بيننا وبين القوات الإثيوبية. فيعرف الجميع في الساحة وما يعرف في أوغادين بالذات أن الشعب المسلم في أوغادين شعب قتال وشعب حرب ولا يخضع ولا يقبل الاستعداد. يعني هل أنتم مؤيدون من قبل نسبة معينة داخل أوغادين، أم أن هناك البعض يرى بأن بعض العشائر تطالب ببقاء الفيدرالية مع إثيوبيا وليس تأييدا لكم؟ فيما أعلم في إقليم أوغادين الذي يتراوح سكانه ما بين 7 إلى 8 ملايين ليس هناك أحد يرغب أن يوقع تحت مظلة إثيوبيا. في كل بلد يوجد عملاء، يوجد حكم ذاتي، يوجد جواسيس، لكن لا يوجد. خذ مثال، بل اتركنا نحن القوميات الأخرى، أورمو، أمحارة، بني شنغول، كل القوميات الأخرى. إثيوبيا وجود جسد غريب مدعوم من الخارج لا وجود له في الساحة. كل قومية لها جبهة مسلحة تريد أن تتحرك. وبالمناسبة التكراي هذه كانت تريد أن تتحرك عن إثيوبيا، لكن عندما وصلوا عرش إثيوبيا قال لهم أصحابهم أو زملائهم أو الغرب قالوا لهم نحن لا نريد تفكيك إثيوبيا. فمن الغريب أن 3 ملايين تكراويين الآن يتحكمون على إثيوبيا، وكانت جبهة التكراي من مبادئها الانفصال عن إثيوبيا. فإذا كان الحاكم ذاته يريد أن ينفصل عن إثيوبيا، أتظن أنه إنسان في أوغادين أو في أورمو أو في بني شنغول يعيش في إثيوبيا؟ يعني بعض التقارير تتحدث عن أن فقط أوغادين العشيرة هي التي أسست هذه الجبهة واستحوذت عليها، وبالتالي نفت العشائر الأخرى فلا تجد نفس هذا الدعم. سأعود للرد على هذه النقطة، ولكن نأخذ اتصال من السيد حسين عبد الواحد نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية. سيد حسين تفضل أنت على الهواء. السلام. تحية لكم وتحية لضيفك العزيز ولشعب الأوغادين الذي يحظى بكل احترام من جميع الشعوب العربية والإسلامية وبعيد جميع الشعوب المناضلة. أنا أريد أن أوجه حديثي إلى السيد إبراهيم محمد حسين بطرح تساؤل أعتقد أنه قد يكون صعبا أو مؤلما أو صادما بعد الشيء، ولكنه تساؤل ربما تطرحه التطورات في أماكن عديدة من العالم. سيدي، مشكلة السعي للانفصال بحجة اختلاف القوميات هي مشكلة مسؤولة عن الكثير من الصراعات التي تشهدها القارة الأفريقية بشكل خاص، رغم أن منظمة الوحدة الأفريقية عند قيامها اضطرت إلى اعتماد مبدأ حتى احترام الحدود التي تركها الاستعمار بهدف تجنب حدوث صراعات مسلحة داخل القارة. هناك قوميات عديدة في دولة مثل أثيوبيا، وإذا افترضنا أن كل هذه القوميات حصلت على حقها في الانفصال والاستقلال سوف تختفي أثيوبيا وربما دول أفريقية أخرى عديدة. نقطة أخرى أن بعض القوميات وبعض الشعوب الأفريقية والأعراق الأفريقية صاحبة الحق في التميز ليست لديها القدرة على انتزاع حقها في الاستقلال والانفصال، وبالتالي فهي تخوض صراعات طويلة تستمر لسنوات. وهنا ينطبق هذا الكلام على مشكلة أو الوضع في أوغادين. إذا كانت الظروف الواقعية والقوى وتوازنات القوى لا تسمح بتحقيق الهدف الذي تسعون إليه، لماذا لا تكون هناك رؤية سياسية ونوع أو قدر من الحنكة التي تسمح بالتعامل كمواطنين داخل هذه الدولة الأثيوبية ومحاولة انتزاع الحقوق، وحتى لو كانت حقوق أقلية، حتى يصبح بوسعكم أن تخوضوا صراعا أمامه فرصة للنجاح أو أمامه فرصة لتحقيق أهدافه. ما يحدث الآن هو نوع من استنزاف القوة
إذا كانت القضية عادلة لماذا نستنزف هو شعب الأوجادين، ولماذا نخوض صراعا فرصتنا في تحقيق أهدافه ليست كبيرة؟ لماذا لا نحاول يعني دعم هذا الشعب؟ لماذا لا نحاول إعداده؟ لماذا لا نحاول أن نحشد قوانا؟ لماذا نتعجل بمعنى آخر في أن نخوض صراعات فرصتها في النجاح محدودة وغير، حتى ولو كنا أصحاب حق؟ أنا أريد من السيد إبراهيم محمد حسين أن يفكر بطريقة سياسية أكثر منها عسكرية، لسبب بسيط، هو أننا لا نمتلك، أو أن جبهة الأوجاد لا تمتلك القدرة العسكرية التي تتيح لها تحقيق هدفها، مع احترامي لما ذكروا عن حدوث 45 عملية ضد القوات الأسورية، ولكن مثل هذه العمليات لن تحقق الأهداف لأسباب عديدة: عدم وجود تناسب في القوى، الأوضاع الدولية، اعتراف الأمم المتحدة بدولة مثل أثيوبيا وعدم إقرارها، المجتمع الدولي، التحالفات التي ربما تكون. أشكرك جزيل الشكر سيد حسين عبد الواحد، نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية. معنا اتصال من العراق، سيد عباس الكاظمي، تفضل. أهلا وسهلا، نحيي الجزيرة ونحيي الأستاذ الفاضل الأستاذ إبراهيم الرجل المقاوم، ونحن نشد أزره ونحييه على مقاومته البطلة من مقاومة العراق البطلة. أخي العزيز، احنا طلعنا في برنامج على الجزيرة المحطة الرائدة في العالم العربي، وفضحت الجرائم النكرة للإثيوبيين. هذا عندي سؤال: هل في الإمكان تقديم المسؤولين الأثيوبيين إلى محاكم دولية على جرائمهم، مع تقديم المجرمين في العراق إلى محاكم دولية أمثال صولاق، بيان جبر صولاق، بدون أسماء، بدون ذكر الأسماء يعني؟ نعم. الآن يتقلد وزارة المالية، هذا يسمونه عندنا بالعراق وزير الدريل. عفوا، يعني نضطر للتوقف والتحفظ أيضا على ذكر الأسماء. أشكرك جزيل الشكر أيضا على المشاركة.